السلام عليكم أحبائي. اذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوا على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه ألف صلاة وسلام. مرحبا بكم في قناتي سهيل وبنين مع سارة. اليوم جبت لكم طبق ولا وصفة اللوبيا بالزيتون. شي نقول لكم بنينة، نخليكم مع الوصفة طريقة التحضير. نبداو على بركة الله. بسم الله. هنا عندي اللوبيا الخضراء. هاد اللوبيا الخضراء راها من الصيف، شيرت تخيلوا من الصيف رقدتها ودسيتها ولقيتها كي الحسانه. ان شاء الله نبارطاجيها معكم في هذا الصيف. كيقول لك السعر تاعها 10000 7000، تكون خضراء وشابه. ايا نرقدوها كيما شفتوا. هنا عندي طروفه تاع بقري، عندي تاني بصله مقطعه قطع صغيره، وعندي الثوم، وعندي حفنه تاع زيتون خضر. كيما شفتوا شيرات. هاد الوصفه بنينه حدها، راني متاكده غادي تجربوها وتنال اعجابكم. على بالي باللوبيا ديروها وحدها، بصح كي تدخلي لها الزيتون غادي تجي فيها بنه شابه. ودائما نقول لكم حبيباتي، اللوبيا اغتنموا الفرصه من تكون السعر تاع الخضر رخيصه، رقدوها كيما هكا تلقوها كي الحسانه. هنا اش غادي ندير في طنجره تاع الضغط ولا كيكوطه، غادي ندير ملعقه كبيره تاع السمن. شوفوا البنات، انا ندير السمن نبغي نخدم به. بصح انتي حبيبتي تقدري ديري الدهان ولا تقدري ديري الزيت، ما تبغيش السمن ولا ديري الزيت. هنا اش غادي ندير تاني بصله مقطعه قطع صغيره، تقدري ترحيها في الاشوار ولا تربيها. دبري راسك، انا قطعتها غير بالخدمه. كيما شتي حبيبتي شي درنا بصله ودرنا السمن. هيا كيما كتشوفوا غادي ندير طروفه تاع بقري، تقدري تعوضيه بالغنم ولا تقدري ديري دجاج، كل وحده على حسب زعما واش عندها في الدار. المهم هنا كيما كتشوفوا، هنا من بعد ما درت البصله ودرنا هذوك الاطراف تاع البقري، عياش غادي ندير رشه تاع ملح وندير فص تاع الثوم. لازم الثوم في اللوبيا. هاي حبيباتي، بغيت نقول لكم شكرا على هذوك التعليقات الشابين. شكرا للاخوات الوفيات اللي راهم يدعموا فيا في هذه القناه ولا قناه، سواء قناه هذه ولا قناه الاولى واللي هي يوميات ساره. شوفوا الشيرات، هنا غادي نديها ونخليها تتقلى غايه. خلي البصله تتقلى مع اللحم غايه تطلق ديك الريحه الشابه. زيدي ملعقه تاع طماطم مركزه، وزيدي ديك الحفنه تاع الزيتون. الزيتون لا كان مر ولا مالح شديري له بيتيه اختي في الخل، شويه تاع خل والماء، وديري له فرينه وغدوه غسليه مليح كيما شفتوا، وديروا له السكر كيما شفتوا. هنايا درت شويه تاع السكينجبير، هيا شويه تاع كرويه وشويه تاع حرور. هاي كاين اللي يدير فيه كمون وكاين اللي يديروا فيها كرويه. انا نديرها خطرات بالكرويه وخطرات نديرها بالكمون. وهذه الوصفه على طريقتي، يعني ما تجيش وحده تقولي لا ما دايراش هاك ولا ما دايره. هذه وصفه على طريقتي، ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. هنا كي درت لي زيبيسو قليت غايه، اي غادي نمرق بالماء كيما شفتوا حبيباتي، ونخلط نبلع كيكوطه تاعي ونخليها طيب. كي نحس بلي اللحم طاب يا صاي، هنا شي درت نسيت ورقه تاع رند. هي ديروا ورقه تاع رند حبيباتي من بعد ما تغسلوه. كي طيب اللوبيا تاعك عفوا كي طيب اللحم تاعك، هي ديري ديك اللوبيا. شتي اللوبيا كي دايره تغير شابه، ما تعمليش عقلك ديجا راها طايبه. زدت غير درتها خليتها هكا طيب واحد 10 دقائق وطفيت عليها. هنا كيما راكم تشوفوا درت رشه تاع كرويه، عفوا الضربه الاولى ما درتش كرويه حتى مع تالي رشه تاع كرويه ورشه نتاع الثوم مطحون. هاي حبيبتي وبلعت عليها وخليتها طيب واحد هكا قولي 10 دقائق شويه وطفيت عليها وصارت جاهزه. هاي المرقه تاعنا نفقتها مع بطاطا مقليه درتها دوائر. وشي نقولكم واحد البنه جات فيها، راني بغيتكم تسيوها وتخلوا لي في لي كومونتير. وشكرا للاخوات، نعاود نشكركم اذا كنتوا تدعموا فيا. نقول لكم ما تنساوش تبارطاجوا لنا الفيديوهات تاعي باش العائله تاعنا تزيد تكبر بفضل ربي سبحانه وفضلكم. وكاين وصفات ان شاء الله بزاف. ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى الملتقى ان شاء الله.